بيبدأ الجزء الأول من فيلم بادينجتون بصياد مشهور وهو رايح رحلة في غابة الأمازون عشان يدور على الحيوانات النادرة، فبيتعرف على اتنين دببة وبيتعلق بيهم جدا وبيقرر يسميهم باستوزا ولوسي وبيسيبهم وبيرجع لبلده لندن. وبعد 30 سنة بنشوف دب صغير ابن أخو باستوزا وهو رايح يتكلم معاه وبيقول له إن البرتقان استوى وجاهز يعملوا مربى، فبيفرح باستوزا وبيروحوا عند الشجرة وبيطلع الدب الصغير يجيب البرتقان كله عشان يعملوا المربى. وبالليل بيحصل زلزال في الغابة وبيجري الدببة التلاتة ناحية الملجأ اللي هم عاملينه لحد ما بيدخل الدب الصغير هو وعمته لوسي، ولكن للأسف مش بيلحق باستوزا يدخل معاهم وبيموت. وتاني يوم بيدوروا عليه ومش بيلاقوا غير الطاقية بتاعته، فبيتأثروا هما الاتنين وبيقرروا يمشوا من الغابة بسبب الزلازل اللي بتحصل كل شوية. وأثناء ما كانوا راكبين المركب بتطلب لوسي من الدب الصغير إنه يسافر لندن لوحده ويدور على عيلة كويسة يعيش معاهم، وده لأنها كبرت في السن ومش هتقدر تهتم بيه أو حتى تسافر معاه. فبيضطر الدب يوافق وبتديله لوسي طاقية عمه وسلسلة فيها ورقة وبتسيبه في المركب وبتمشي. ولما بيتحرك المركب في البحر بيقعد الدب ياكل في المربى اللي معاه لحد ما بينام، وأول ما بيصحى بيتفاجئ إنه وصل المينا في لندن. فبيدخل المينا من غير ما حد يشوفه وبيستخبى في واحد من أكياس البضايع اللي هناك، فبيجي العمال ينقلوا الأكياس دي وبيحطوها في عربية نقل وبيتحركوا ناحية محطة القطر. وهناك بيخرج الدب من الكيس وبيحاول يدور على أي حد يخليه يعيش معاه في البيت، ولكن الناس بيتجاهلوه وبيقعد في المحطة لوحده. وساعتها بيشوف عيلة معديين من جنبه وبتيجي واحدة اسمها ماري تقرا الورقة اللي مكتوبة في السلسلة بتاعته وبيكون مكتوب فيها خدوا بالكم من الدب ده واهتموا بيه. فبيقول لها الدب إنه جاي من الغابة وبيدور على عيلة يعيش معاهم، فبتعجب ماري بالدب وبتطلب من جوزها هنري إنهم ياخدوه يعيش معاهم مؤقتا لحد ما يلاقوا له مكان تاني يعيش فيه. فبيضطر هنري يوافق وبتقرر ماري تسمي الدب بادينجتون، وبعدها بياخدوه معاهم للبيت اللي هم عايشين فيه. فبيقترح عليهم بادينجتون انهم يدوروا على الصياد اللي اتعرف على عمه في الغابة من 30 سنة عشان يعيش معاه، لان عمه قال له ان الصياد ده طيب وبيحب الدببة وكمان هو اللي ادى الطاقية دي لعمه. فبتوعده ماري انها تدور على الصياد وبتطلب منه يروح الحمام وياخد دش عشان يستريح من السفر. وفعلا بيروح بادينجتون الحمام وبيكون مش عارف يستخدم الدش، فبيتملي الحمام بالمية وبيلاحظ هنري ان في مية بتنقط من فوق، واول ما بيفتح باب الحمام بيتغرق البيت كله بسبب بادينجتون اللي بيخرج من الحمام وهو في البانيو. وبيفضل طول الليل يكتب رسالة لعمته يحكي لها فيها عن العيلة اللي هو قاعد معاهم. فبيقول ان هنري بيشتغل محاسب ومراته ماري ست طيبة جدا وهي اللي خلته يقعد معاهم مؤقتا، وعندهم 2 ولاد اسمهم جودي وجوناثان، وكمان عايش معاهم جدتهم مارثا. في الوقت ده بيكون في عامل بيشتغل في المينا بيروح متحف التاريخ الطبيعي وبيدي صندوق فيه قرد لواحدة اسمها ميلي، وبيبان انها صيادة شريرة وبتجمع الحيوانات النادرة. فبيحكي لها العامل انه لاحظ اثار رجلين دب في المينا وواضح انه بيحب المربى لانه اكل علب كتير جدا. وطبعا هنا بيتكلم عن بادينجتون، فبتتصدم ميلي وبيكون واضح انها عارفة بادينجتون وبتأمر العامل انه يدور عليه ويجيبه لها حالا. وتاني يوم بيصحى بادينجتون وبيقعد يفطر مع عيلة ماري، وبعدها بيخرج معاهم عشان يدوروا على الصياد اللي هيعيش معاه. فبيقول لهم كاري جارهم ان الدب اللي عايش معاهم ده مزعج وطول الليل معرفش ينام بسبب صوته، فبيعتذروا له وبيطمنوا هنري انهم هيمشوا بادينجتون قريب، وبعدها بياخدوه بيروحوا محل بتاع واحد عجوز عارف كل الصيادين اللي في المدينة. وهناك بيكون في حرامي بيسرق محفظة واحد من الزباين وبيمشي، ولكن المحفظة بتقع منه وبيشوفها بادينجتون وبيطلع يجري وراه عشان يرجعها له لانه فاكرها بتاعته. فبيخاف الحرامي وبيفتكر ان بادينجتون دب بتاع ضابط شرطة وبيطلع يجري بسرعة. وساعتها بيجري بادينجتون وراه وبيكون كل سكان المدينة بيتفرجوا عليه وهم منبهرين بيه وبيلاقوه مسك الحرامي. وبتيجي الشرطة تقبض عليه وبيشكروا بادينجتون لانهم ما كانوش عارفين يقبضوا على الحرامي ده. وقتها بيفضل الناس يسقفوا لبادينجتون وهو اصلا مش عارف هما بيسقفوا له ليه. ولما بيرجع المحل بيقولوا الراجل العجوز ان الطاقية اللي هو لابسها كانت بتاعة صياد وعضو في الجمعية الجغرافية، ولو راح هناك هيعرف بيت الصياد ده. في اللحظة دي بتروح الصيادة ميلي لأوضة المراقبة بتاعت محطة القطر وبتخدر العمال اللي هناك، وبتفضل تراجع الكاميرات لحد ما بتشوف لحظة ما كان بادينجتون قاعد لوحده في محطة القطر وبتقول أخيرا لقيتك. بنرجع تاني للدب بادينجتون وهو في بيت ميري وبيلاقي جوزها هنري بيتخانق معاها عشان تخلي بادينجتون معاهم يومين كمان لحد ما يلاقي
يلاقوا الصياد. فبيجي ولادهم جون وجودي يتكلموا معاه وبيوريله صورته في الجريدة وبيقولوله انه بقى مشهور عشان مسك الحرامي ولازم يهتم بشكله بعد كده لانه ممكن المذيعين يعملوا معاه لقاء. فبياخدوه يحموه وبيهتموا بيه وبيبدأوا يحبوه يعتبروه صديق ليهم. فبيشوفهم هنري ومراته ميري وبيلاحظوا ان ولادهم فرحانين بوجود الدب معاهم. وتاني يوم بتراقب ميلي الدب بادينجتون وهو واقف قدام بيت ميري. فبيشوفها جارهم كاري وبيسألها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقوله انها صيادة وعاوزة ترجع الدب ده لغابة الامازون اللي جه منها. وبيكون كاري فرحان جدا لانه متضايق من صوت بادينجتون ومش بيعرف ينام طول الليل. وبتديله ميلي رقمها وبتطلب منه يراقب الدب عشان تقدر تقبض عليه. وبعد شوية بيروح هنري وبادينجتون للجمعية الجغرافية اللي الصياد كان عضو فيها وبيسأل هنري الموظفة لو تعرف أي معلومات عن صياد سافر لغابة الأمازون من 30 سنة. فبتقوله الموظفة إن مفيش أي بيانات عن صياد راح الغابة دي وبتطرده من المكان. فبيحس هنري إنها كدابة وبيضطر يتنكر في زي عاملة نظافة وبيدخل الأرشيف بتاع الجمعية على أساس إنه واحدة ست عشان يقدر يدور على معلومة توصلهم للصياد. وساعتها بيروح بادينجتون يفتح الكمبيوتر ومش بيلاقي أي معلومة عن الصياد لحد ما بيجي هنري يقوله إنهم لازم يهربوا فورا. وبيعرفوا إنه سرق شريط فيه فيديو عن غابة الأمازون وبياخدوه بيرجعوا البيت عشان يتفرجوا على الشريط. وأول ما بيشوف بادينجتون قرايبه في الفيديو بيتأثر جدا لأنهم وحشوه. وبعد ما بيخلص الفيديو بيكتشفوا إنه مكتوب في نهايته إن الصياد اسمه كلايد. فبيقرروا يروحوا يدوروا على الصياد وبيسيبوا بادينجتون لوحده في البيت. ولما بيشوفهم جارهم كاري بيتصل على الصيادة ميلي وبيعرفها إن الدب بادينجتون لوحده ودي فرصة كويسة ليها عشان تمسكه. وقتها بيكون بادينجتون قاعد بيقرا كتاب وبتتقطع منه صفحة وبيحاول يلزقها وبسبب غبائه اللزق بيتلف حوالين جسمه وبيكون مش عارف يتحرك. وفجأة بتوصل ميلي للبيت وبتنزل من السقف وهي لابسة خوذة وبتحاول تخدره. فبيهرب منها وبيحاول يستخبى. وبتفضل ميلي تدور عليه وبتتسبب في حريقة في البيت وبتضطر تمشي. فبيجي المطافي يطفوا الحريقة وبيوصل هنري وعيلته للبيت وبيكونوا متضايقين من بادينجتون لأنهم فاكرين إن هو اللي عمل كده. فبيشرح لهم إنه ما عملش حاجة وفي واحدة هجمت عليه وهي تسببت في كل ده. ولكن مش بيصدقوه وبيروح هنري يتكلم مع مراته ميري وبيقول لها إنهم لازم يمشوا بادينجتون من البيت فورا لأنه هيعمل كوارث تانية. وقتها بيسمعهم بادينجتون وبيقرر يسيب البيت وبيمشي في الشارع وهو زعلان وبينام على الرصيف في عز البرد. وتاني يوم بتصحى ميري ومش بتلاقيه في البيت وبتلاقيه سايب لهم رسالة بيقول لهم فيها إنه حبهم من قلبه لأنهم طيبين جدا واضطر إنه يمشي عشان ما يعملش مشاكل تانية. فبيتأثر ولاد ماري وبيمشوا هم زعلانين لأنهم حبوا الدب بادينجتون واتعلقوا بيه. وبتقول الجدة لهنري إن الدب ده هو اللي جمع العيلة وخلاهم مبسوطين بعد ما كانوا عيلة مفككة وإنهم محتاجينه زي ما هو محتاج لهم. فبيقرروا يدوروا عليه ويرجعوه البيت. وساعتها بادينجتون بيلف على كل البيوت وبيسأل عن الصياد كلايد عشان يعيش معاه لحد ما بيوصل لبيت الصيادة ميلي وبتحاول تضحك عليه وبتقنعه يدخل يستريح عندها في البيت. وبعد شوية بتاخده في عربيتها وبيشوفها الجار كاري وبيسألها تعمل ايه في الدب بادينجتون. فبتقوله انها ناوية تخلص عليه وتحنطه. ولما بتمشي بيتضايق كاري لانها خدعته وقالت له انها هترجع الدب للغابة اللي جه منها. فبيحس بالندم عشان ساعد واحدة شريرة زيها. وساعتها بيقرر يصلح غلطته وبيتصل على هنري وبيحكي له كل حاجة وبيعرفه ان ميلي واخدة بادينجتون لمتحف التاريخ الطبيعي عشان تحنطه. فبيتصدم هنري وبياخد عيلته وبيروحوا المتحف عشان ينقذوه. وساعتها بتوصل ميلي للمتحف وبتتكلم مع بادينجتون وبتقول له خبر صادم وهي انها بنت الصياد كلايد اللي هو بيدور عليه. وبتعرفه ان والدها كان بيحب الدببة والحيوانات ولكن هي عكسه تماما وهدفها انها تحنطهم زي ما هتعمل معاه بالظبط. فبيترعب بادينجتون وبيطلع يجري بس للأسف بتحدف عليه ميلي سهم وبتخدره. في الوقت ده بيوصل هنري وعيلته للمتحف. فبتروح والدته مارسا تشغل حارس الأمن لحد ما بيقطعوا الكهرباء وبيدخلوا. وبعدها بيدور هنري على الدب بادينجتون وبيوصل للأوضة اللي محبوس فيها. ولما بادينجتون بيفوق بيشوف هنري قدامه وبيفرح جدا عشان جه ينقذه. فبيروح يحبس ميلي وبيدخل في الدفاية عشان يهرب من المكان ولكن للأسف بيقع وبيلحقوا هنري وعيلته بيطلعوه. وقبل ما يمشوا بيلاقوا ميلي قدامهم وبتهددهم انها تخلص عليهم لو ما سلموش الدب. فبيقولوا لها ان بادينجتون واحد من عيلتهم ومش هيتخلوا عنه ابدا. ساعتها بيلاحظ بادينجتون ان في حمام كتير وراها. فبتجيله فكرة انه يحدف عليها سندوتش وبيهجم الحمام
بيتقدم عليها عشان ياكل الساندوتش، وفجأة بتيجي الجدة مارثا من الفتحة اللي تحت ميلي وبتخبطها بالغلط وبتوقعها من على السطح. وبعدها بيروح هنري وعيلته يحضنوا بادينجتون وبيقولوا له انهم بيحبوه وهيعيش معاهم للأبد. ولما بيرجعوا البيت بيعمل لهم بادينجتون مربة البرتقان اللي اتعلمها من عمه، وبيكونوا كلهم مبسوطين بوجوده معاهم لأنه غيرهم للأحسن وخلاهم يعرفوا قيمة العيلة. وهنا بيخلص الفيلم. بيبدأ فيلم 8 بلو في قاعدة أبحاث في القارة القطبية الجنوبية، وبنشوف عالم أرصاد اسمه جيري وهو بيأكل الكلاب بتاعته، وبيبان إنه بيحبهم جدا. وبنعرف إن الكلب جاك والكلبة مايا هما قائدين القطيع، وشادو وماكس وشورتي ودوي وترومان بيساعدوا جيري في سحب عربية التزلج بتاعته. وفي الوقت ده بتوصل طيارة من مركز الأبحاث وبينزل منها بنت اسمها كيتي، وبنعرف إنها صديقة جيري من زمان، وبيفرح جيري إنه شافها. وساعتها بتعرفه كيتي على عالم فضاء اسمه ديفيز وبيرحب جيري بيه. وبالليل بيقعد جيري مع صديقه كوب وكيتي وبيلعبوا قمار، وبينضم لهم الكلب جاك وبيكون ذكي جدا. وبنعرف ان ديفيز بيدور على نيزك من كوكب عطارد وقع على جبل اسمه ميلبورن، وبيطلب من جيري يجهز نفسه عشان يتحركوا عليه. لكن بيعرفوا جيري ان سمك طبقة الجليد المحيطة بالجبل ضعيفة جدا في الوقت ده، وبيقول له انهم هيعرضوا نفسهم للخطر لو اتحركوا بعربية التزلج. وساعتها بيقاطعهم اندي رئيس القاعدة وبيتكلم مع جيري وبيفهمه ان ديفيز مسافر من مسافة طويلة عشان يكتشف النيزك ده، وبيطلب منه يروح معاه للجبل، فبيضطر جيري يوافق. وبعدها بيتكلم جيري مع الكلاب وبيفهمهم انها اخر رحله ليهم، وبيوعدهم انه هيوديهم مكان هادي عشان يستمتعوا باجازه الشتاء. وتاني يوم بيستعد جيري وبيجهز الكلاب، وبتروح له كيتي وبتودعه، وبيبان انها معجبه بيه، وبيصورهم كوب قبل ما يمشوا. وبعدها بيتحرك جيري مع ديفيز، وفي الطريق بيقابلوا منحدر عالي والكلاب ما بتقدرش تطلعوا، فبيساعدهم جيري وبيدفع العربيه معاهم. وفي الوقت ده بيوصل جيري لمنطقه جليد وبيبقى خايف انها تتكسر بيهم، فبيغير تشكيل الكلاب عشان يوزع وزن المعدات اللي معاه على العربية كلها، وكمان عشان لو في كلب وقع في المية ما يأثرش على باقي الكلاب ويسحبهم وراه. وفعلا خطة جيري بتنجح وبيعدوا بسلام. وبعدها بيشوف ديفيز كلاب بحرية وبيكون مستمتع جدا بالرحلة. وفي الوقت ده بيسمع ديفيز صوت التلج وهو بيتكسر تحتهم وبيخاف جدا، فبيعرفوا جيري انهم فوق نهر متجمد، وبيوقف العربية وبيطلب من ديفيز يمشي بيها ببطء، وبيستخدم جيري عصاية وبيفحص بيها الأرض. وفي الوقت ده بيلاقي جيري ان الأرض ضعيفة جدا تحتهم، فبيطلب من ديفيز انه يضغط على الفرامل. وفجأة بيجري الكلب ماكس بسرعة وبتتكسر الأرض، وبيكون ديفيز على وشك إنه يقع في حفرة كبيرة ويموت. وساعتها بيروح له جيري بسرعة وبيطلب من الكلاب إنهم يسحبوه وبينقذ حياته. وبعدها بيتعصب جيري على ديفيز بسبب إنه أجبره هو وأندي إنه يطلع للرحلة، فبيتضايق ديفيز من كلامه وبيفهمه إنه كان لازم يصمم على رأيه لو متأكد إن الرحلة مش هتكون أمان. وبعدها بيخيم جيري وبيقعد يعالج الكلاب المصابة في رجلها بسبب اللي حصل. وقتها بيتكلم ديفيز معاه وبيسأله لو متجوز، فبيتريق جيري عليه وبيعرفه انه بيقضي 6 شهور في القطب الجنوبي من كل سنة عشان يساعد العلماء في رحلاتهم، وبيفهمه انه ما عندوش وقت للجواز. وبيحس ديفيز انه معجب بكيتي وبيسأله عنها، فبيعرفه جيري انه بيحبها من زمان بس ما عندوش الجرأة انه يعترف ليها بحبها. وتاني يوم بيكملوا طريقهم، وبيفرح ديفيز جدا لما بيشوف جبل ميلبورن قدامه. وفي نفس الوقت بيتصل شخص من هيئة الأرصاد على أندي وبيطلب منه يرجع فريقه للقاعدة، وبيفهمه ان في عاصفة قوية جاية عليهم. فبتستخدم كيتي جهاز اللاسلكي وبتتصل على جيري وبتطلب منه يرجع للقاعدة بسرعة. وساعتها بيتضايق ديفيز جدا بسبب ان خطته في اكتشاف النيزك فشلت. وبعدها بيتكلم مع جيري وبيقول له انه مش هيرجع للقاعدة قبل ما يكتشف النيزك، وبيحاول يقنعه انهم يجازفوا ويروحوا للجبل. وفعلا بيقتنع جيري بكلامه وبيوافق. وبعد شوية بيسيب جيري الكلاب في الخيمة وبيتسلق الجبل مع ديفيز، وبيفضلوا يدوروا على النيزك. وبيفرح ديفيز جدا لما بيلاقيه وبياخد معاه جزء منه، وبيشكر جيري انه وافق يساعده، وبيرجعوا على الخيمة. وفي نفس الوقت بيتصل عالم الأرصاد على أندي تاني وبيفهمه إن العاصفة قوتها زادت أضعاف، فبتخاف كيتي جدا وبتتصل على جيري عشان تحذره، لكن جهاز اللاسلكي بيبقى بعيد عنه وما بيسمعوش. وساعتها بيلاحظ جيري إن في دم على التلج، وبيزعل جدا لما بيعرف إن الكلب جاك مصاب وبيروح يعالجه. وفي اللحظة دي بيحاول ديفيز يتصل بالقاعدة، وفجأة بينهار التلج تحته وبيقع من على منحدر عالي ورجله بتتكسر. وقتها بيخاف جيري عليه جدا وبيروح عشان يساعده، لكن بيتكسر التلج وبيقع ديفيز في المية وبيكون مش قادر يتنفس بسبب ان درجة حرارة المية منخفضة جدا. وقتها بيدي جيري حبل للكلبة مايا وبيطلب منها تروح وتديه لديفيز، وده عشان وزنها خفيف وهتقدر تمشي على التلج. وفعلا بتتحرك مايا ببطء وبتنفذ كلام جيري، وبيقدر جيري انه يسحبه وبينقذ حياته. وبعدها بياخده للعربية وبيتحرك على القاعدة بأقصى سرعة. وفي الوقت ده بتبدأ العاصفة، وبتخاف كيتي جدا على جيري وبتكون عاوزة تروح وتدور عليه بالطيارة، لكن بيمنعها أندي وبيفهمها انها
إنها كده بتعرض نفسها للخطر. وفي نفس اليوم بيكون جيري لسه ما وصلش للقاعدة، وبتحاول كيتي تتواصل معاه لكنه ما بيردش عليها. وبعد شوية بتتفاجئ كيتي لما بتشوف العربية قدامها، وبتفرح جدا لما بتعرف إن جيري بخير. وبعدها بيبدأ أندي إنه يفحص ديفيز وبيتكلم مع الفريق وبيفهمهم إنهم لازم ينقلوه لمستشفى في أسرع وقت وإلا هيفقد رجله. وفي نفس الوقت بيكون جيري مصاب بضربة صقيع شديدة وعلى وشك إن صوابعه تتقطع، وبيقرر أندي إنه ينقله للمستشفى مع ديفيز. وبنعرف إن أندي عاوز يسيب الكلاب في القاعدة وده عشان مفيش وزن في الطيارة، فبيتكلم مع جيري وبيقول له إن كيتي هترجع تاخدهم تاني بعد ما توصلهم لأقرب مستشفى. لكن جيري بيرفض إنه يروح معاه وبيكون مش عاوز يسيب الكلاب لوحدهم، بس بتقنعه كيتي وبتطمنه إنهم هيبقوا بخير. وبعد شوية بينقل الفريق ديفيز للطيارة، وبيروح جيري وبيربط الكلاب كويس عشان ما يتوهوش من بعض وبيودعهم. وبيبان إنه زعلان جدا إنه هيسيبهم، لكنه بيوعدهم إن كيتي هترجع تاخدهم تاني وبيسيبهم وبيمشي. وفي نفس اليوم بيوصل الفريق لمحطة اسمها ماكميردو وبينقلوا ديفيز وجيري للمستشفى. وبعد شوية بيصحى جيري وبيسأل كوب لو كيتي نقلت الكلاب بسلام، لكن بيعرفوا كوب إن رئيس المحطة رفض إن كيتي تسافر في الجو ده. فبيروح جيري وبيسأل كيتي هيقدروا يرجعوا للقاعدة إمتى، وبيتصدم لما بيعرف إن مركز الأبحاث لغى كل رحلاتهم بسبب حالة الطقس. وبيتضايق جدا لما بتقول له كيتي إنه مش هيقدر يرجع للقاعدة غير بعد 4 شهور. فبيروح جيري لرئيس المحطة وبيطلب منه يديله طيارة عشان يروح وينقذ الكلاب، لكنه بيرفض وبيفهمه إن قوة العاصفة بتزيد، وبيطلب منه يجهز نفسه عشان يرجعوا للمدينة. وده لأنهم لو قعدوا أكتر من كده العاصفة هتوصل للمحطة وهيتسحبوا فيها. فبيرجع جيري للأوضة بتاعته وهو زعلان، وبتروح له كيتي وبتقعد تواسيه. وبعد 4 أيام بنشوف الكلاب وهي لسه مكانهم مستنيين جيري، وبيكونوا زعلانين جدا وبيبان عليهم التعب بسبب إنهم ما أكلوش حاجة من أيام. وفي نفس الوقت بيوصل جيري لواشنطن وبيروح لبنك عشان ياخد كارد ويأجر بيه طيارة خاصة ويروح ينقذهم، لكن الكارد بيترفض بسبب إنها رحلة فاشلة. وبيتكلم موظف مع جيري وبيفهمه إن دي أقوى عاصفة حصلت على القطب الجنوبي من 25 سنة، وإن أي طيارة هتعدي من فوقه هتتدمر على طول. فبيتضايق جيري جدا وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتقدر الكلاب إنها تحرر نفسها، لكن جاك بيكون مربوط جامد وبيفضل في مكانه. وتاني يوم بيروح جيري لبيت ديفيز عشان يطمن عليه، وبيديله الصورة اللي اتصوروها سوا في القاعدة، وبيفرح ديفيز بيها جدا. وقتها بيقول له جيري إنه لازم يرجع للقاعدة تاني عشان ينقذ الكلاب، وبيفهمه إنه حاول ياخد كارد لكنه فشل، وكمان إنه تواصل مع قنوات إخبارية عشان يروح وينقل لهم حالة الطقس من هناك، لكنهم رفضوا بسبب إنه هيعرض حياته للخطر. وبيقول له إنه قدامه أسبوع واحد بس عشان يرجع، وده بسبب إن فصل الشتاء قرب ولو دخل عليهم هيضطر يستنى لمدة 6 شهور. وساعتها بيرفض ديفيز إنه يساعده بسبب إن درجة الحرارة هناك 45 تحت الصفر، وبيطلب منه ينسى الكلاب ويعيش حياته بشكل طبيعي. وبعدها بيكون عدى على الكلاب 15 يوم وهم في مكانهم، وبيشوف ماكس طائر فبيصحي باقي الكلاب عشان يصطادوه. وبتروح مايا لجاك وبتحاول تحرره لكنها ما بتقدرش، فبتفضل تطبطب عليه وبيبان إنها زعلانة علشانه وبتضطر تسيبه وبتمشي. وبعد شوية بتشوف مجموعة طيور فبتقسم الكلاب لفريقين وبيهجموا عليهم وبيقدروا يصطادوهم. وفي نفس الوقت بيرجع جيري للمقطورة اللي عايش فيها وبيشوف صورته مع الكلاب وبيبان إنه مفتقدهم جدا. وبعد فترة بيكون الكلاب عدى عليهم 50 يوم وبنشوفهم وهم بيلعبوا، وفجأة بيقع الكلب شادو من مكان عالي وبيتصاب في رجله، فبيتجمعوا حواليه باقي الكلاب وما بيرضوش يسيبوه بيناموا جنبه. وتاني يوم بيموت شادو وبيزعلوا عليه جدا وبيضطروا يسيبوه ويكملوا طريقهم، لكن ماكس بيفضل قاعد جنبه. وبعد ما بيودعه بيروح عشان يمشي مع باقي الكلاب، لكن بيلاقيهم اختفوا بسبب ان العاصفة شديدة وبيتوه منهم. وفي نفس الوقت بنشوف جيري وهو في شغله الجديد وبيعلم اولاد صغيرين ازاي يجدفوا بالمركب. وقتها بتروح له كيتي وبتتمشى معاه وبتطلب منه يرجع شغله تاني في مركز الابحاث، لكنه بيبقى متأثر بسبب انه ساب الكلاب هناك وبيرفض. وتاني يوم بيوصل جيري للمزرعة اللي اشترى منها الكلاب وهم صغيرين، وبيتكلم مع مندو صاحبها وبيحكي له على اللي حصل، وبيشوف مندو صور الكلاب وبيزعل عليهم جدا. وبعدها بيجهز جيري شنطته عشان يحضر حفلة تكريم لديفيز بسبب النيزك اللي اكتشفه. وفي الوقت ده بيكون مر على الكلاب 133 يوم وهم لوحدهم، وبيفضلوا يتمشوا لحد ما بيوصلوا لقاعدة أبحاث، وبيفرحوا جدا لما بيلاقوا المكان مليان أكل، وبيكونوا ما أكلوش حاجة من أيام كتير فبيفضلوا ياكلوا لحد ما بيشبعوا. وفي نفس اليوم بيقعد ماكس قدام قاعدة الأبحاث اللي اتربى فيها مع جيري وما بيكونش عارف يروح فين. وبالليل بيتكلم ديفيز مع الناس اللي في الحفلة وبيشكر جيري إنه ساعده في اكتشاف الحجر. وبعد شوية بيتكلم جيري معاه على انفراد وبيهنيه على التكريم وبيفهمه إنه هيسافر للقاعدة تاني. وبنعرف إن جيري لسه عنده أمل إن الكلاب تكون عايشة، وبيقرر إنه يروح ويدور عليها. وبعد فترة بيكون عدى على الكلاب 152 يوم، وبنشوف ماكس وهو تعبان من قلة الأكل. وفي الوقت ده بيشوف حوت ميت فبيروح وبيفضل ياكل منه، ولكن فجأة بيخرج من بطن الحوت كلب بحر
البحر وبيكون عاوز يخلص عليه، لكن ماكس بيهرب منه. وساعتها بيوصل باقي الكلاب لمكانه وبيفرح ماكس لما بيشوفهم وبيعرف انهم جعانين، بس بيبقوا خايفين انهم يقربوا من الحوت بسبب كلب البحر. فبيروح ماكس وبياخد جزء من الحوت وبيهرب وبيخلي كلب البحر يجري وراه. وفي الوقت ده بيستغلوا باقي الكلاب ان كلب البحر مش موجود وبيهجموا على الحوت وبيفضلوا ياكلوا منه. وبعد شويه بيرجع كلب البحر وبيشوف الكلاب وهي بتاكل من الحوت وبيعض ميه في رجلها، فبيتضايقوا الكلاب جدا عشانها وبيهجموا عليه وبيفضلوا يعضوه. وقتها بيخاف كلب البحر وبيهرب من المكان. وتاني يوم بيسافر جيري لنيوزيلندا وبيدخل بار وبيفضل يدور على مركب عشان يوصله للقطب الجنوبي، لكن كل الصيادين بيرفضوا بسبب خطورة الطريق. وفي الوقت ده بيتفاجئ جيري ان كيتي وكوب وديفيس في المكان وقرروا انهم يساعدوه ويرجعوا معاه للقاعدة. وبيفرح جيري جدا وبيخرجوا من المكان وبيركبوا طيارة وبيتحركوا بيها، وبعد شوية بيهبطوا على السفينة اللي هتنقلهم للقاعدة. وتاني يوم بتخبط السفينة في طبقة جليد كبيرة وما بتقدرش تتحرك، وبيتكلم القائد مع الفريق وبيفهمهم انه مش هيقدر يكمل الرحلة وانهم هيرجعوا للمينا. فبيقترح كوب على الفريق انهم يستخدموا الطيارة، وبيوري لهم على الخريطة قاعدة إيطالية وبيعرفهم إنهم هيهبطوا عليها ومن هناك هياخدوا شاحنات التزلج وهيوصلوا بيها للقاعدة بتاعتهم. فبيعجب جيري بالفكرة وبيقرر ينفذها. وفي الوقت ده بيكون عدى على الكلاب 175 يوم وهي لوحدها، وبيكون باين عليهم التعب بسبب إنهم ما بياكلوش بشكل منتظم وعايشين على الأكل اللي بيصطادوه. وساعتها بيصطاد ماكس طائر وبيديه لمايا اللي ما بتقدرش تتحرك بسبب رجلها، لكن بترفض مايا إنها تاخده وبتكون شايفة إن ماكس كلب ذكي وشخصيته قوية، وبتقرر إنها تعينه قائد للكلاب وبتروح وبتسيب الأكل قدامه. وفي اللحظة دي بيروحوا باقي الكلاب هما كمان وبيسيبوا أكلهم قدامه، وبنعرف إن دي الطريقة اللي الكلاب يعينوا بيها القائد الجديد بتاعهم، وبيفرح ماكس جدا. وفي الوقت ده بيوصل الفريق للقاعدة الإيطالية وبياخدوا الشاحنات وبيتحركوا بيها. وبعد شوية بيوصلوا للقاعدة وبيروح جيري وبيشوف السلسلة اللي رابط بيها الكلاب، وبيزعل جدا لما بيلاقي جثة جاك تحت التلج. وبعدها بيشوف باقي السلاسل وبيعرف إن الكلاب قدروا يحرروا نفسهم، ووقتها بيزيد الأمل عنده إنه يلاقيهم عايشين. وفجأة بيسمع جيري صوت ماكس وبيكون فاكر إنه بيخرف، لكنه بيتصدم لما بيشوف الكلاب قدامه وبيجروا عليه وبيحضنوه، وبيفرح جيري جدا إنهم لسه عايشين. وبعدها بيطلب جيري من ماكس إنه يركب الشاحنة عشان يرجعوا للمدينة، لكن ماكس بيرفض وبيجري منه. فبيروح جيري وراه وبيشوف جثة مايا على الأرض وبيزعل عليها جدا. وفجأة بتفتح مايا عينيها وبيفرح جيري إنها لسه بخير، وبياخدها وبيرجعوا للمدينة عشان يعالجها هناك. وهنا بيخلص الفيلم. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي فيها كل ملخصات الأكشن والخيال العلمي.